صار موقف محرج في هذا. كنت في الحج، دخلت إحدى الحملات، ألقيت عليهم محاضرة. تدري في الحج يصير عندك يعني يوم 10 بس اللي هو يوم العيد، ويوم 11 هو اللي تقدر تلقي فيه محاضرات الحملات. يوم 12 يبدأ الناس يمشون، فتضطر أحيانا في اليوم الواحد ما تقدر تعطي المحاضرات بعد الصلوات، لا، بين العصر والمغرب يصير عندك أحيانا 5 حملات. أنتم الساعة 4:30، أنتم 5 بالضبط، أنتم 5:30. فألقيت محاضرة في حملة وطالع بسرعة بروح الحملة الثانية، وأنا نازل معي البشت، أفسخ البشت بسرعة وأصفطه وأتلطم بشماغي وأربط الثوب وأركب دباب. واحد من الشباب معه دباب وينقلني بسرعة بين الحملات، فأنا أطق اللطمة ما يعرفوني الناس. لما أوصل الحملة الثانية أصلح الشماغ والبس البشت وأصير شيخ وأدخل. وأنا نازل يوم فسخت البشت ولفيت وربطت ربطت الثوب وبديت بحط اللطمة، والتفت إلا في ولاد صغير عمره يمكن 13 ومعه سيجارة متخبي كذا قاعد يدخن. يا حليلك. قلت له يا ولدي، قال الشيخ. قلت يا ولدي الدخان ما يصلح، يا ولدي حرام عليك، وأنت يعني في الحج وما يصلح. يلا عطني البكت. طبعا هو رمى السيجارة، قلت عطني البكت. قال لا. وأطلع كان معي دهن عود طيب، قلت خذ الطيب وعطني البكت. أخذ الطيب وعطاني البكت. خذت البكت وحطيته، ما أدري وين أوديه، ما في زبالة قريبة ولا في وقت أقوم أقطع السجاير، وخفت أرميه على الأرض يجي واحد ثاني يقول هذا رزق ساقه الله إليه ويأخذه بعد، وأصير بكحله وعميته. فما في مجال إلا حط البكت في مخباتي. قلت حط مخباتك وبتلقى لك زبالة قدام ورمي فيها. حطيتها في جيبتي ومشيت. طقيت اللطمة وربطت الثوب وركبت حج للحج حملة الإحسان ما أدري الإتقان، وبسرعة ويا حج يا حاج حج. وصلنا هناك إلا الناس ينتظروني، يلبق قبل شوي هو حتى ما يشوفوني على الدباب، فيلبق قبل أفك الثوب وأصلح الشماغ وأضبط المرزام وألبس البشت وأجيهم. فجيت والبكت في مخباتي نسيت. المهم وأبدأ ألقي المحاضرة. في أثناء المحاضرة قلت لهم ويجب على الإنسان بعد الحج أن يتغير. الحج المبرور هو أن يكون حالك متغير بعد الحج، يتغير كل شيء فيك، يتغير أسلوبك، يتغير أخلاقك، يتغير صلاتك، بل حتى نغمة جوالك لازم تتغير. واجي بطلع جوالي قلت جوالك اللي بكيت دخان. مارو البارو أبيض. عاد أشوف بعضهم يقول الشيخ زين، الأحمر حار، الأبيض أحسن للشيخ. أنا ما انتبهت إلا والبكت كذا، ما عرفت وش تسوي. ما في مجال ترميه، ما في مجال ترجعه، خلاص انفضحت. وكاميرا تتصور. وأنا أتلمس له والله ما هو بجواله اللي بكت. حطيته قلت قسما بالله ما أدخن، والله العظيم إني عمري ما دخنت، علي الطلاق 3، والله عمري ما دخنت وعمري ما حطيته في فمي، وأنا إنسان شريف. ما اقتنعوا، يعني برضو تحلف لين بكرة دخان هذا ما هو بلعب، هذا ما هو علاجهم وش دواهم هذولا. فقلت لهم لكن بعطيكم القصة، اتركوا المحاضرة على جنب وخذوا القصة. فأعطيتهم قصة الوليد الصغير هذا اللي كان يدخن. قلت يا جماعة أنا أخذت البكت من ما أدري وين أوديه، ما في زبالة قريبة، وصعب أعطيه واحد من الحجاج يقولون والله الشيخ قاعد جزاه الله خير يوزع دخان على الحجاج، الناس يوزعون أشرطة ومصاحف وأنا أوزع دخان. فما في مجال، حطيته في مخباتي ونزلت إلا ربعكم يستقبلوني، ما في مجال. فوالله العظيم هذا اللي حصل. فقام واحد وطلع بكيتين من جيبه قال يا شيخ والله هذه توبة من الدخان، حطها على الطاولة. قلت في نفسي زين صار عندي 3 بكيتات. زين. وقام واحد ثاني وفتح الشنطة اللي فوق، يحطون رفوف كذا في الحملات، ويطلع كرس كامل فيها ظن 10 مدري 20 حبة، هذا نمونته حق ال5 أيام كلها جزاه الله خير، جايبها مجهز نفسه وحط هذا كم يباع. زين ويحطه عندي، قال هذا توبة من الدخان.